الساعة دلوقتي 53 دقيقة، فاضل 10 دقايق على ما البورصة الأمريكية تقفل هنا في نيويورك. عايز تشوف شغل العيال؟ اتفرج عليه النهاردة. اتفرج على شغل العيال على برميل البترول لما وصل 128 دولار قبل ما الماركت يفتح في سوق البري ماركت. وده انه السوق نزل في الاول، وبعدين اكتشفوا ان في خناقه بين الاخ ترامب واخد على خاطره وزعلان من نتنياهو عشان نتنياهو راح ضرب بتاعه مصافي البترول او مستودعات البترول في ايران. طب ما احنا قايل لك يا نتنياهو ان البترول ده بتاعنا، ده بتاعي، بتضرب البترول بتاعي ليه يا نتنياهو؟ فقال لك انا فهمت غلط، وانا انا قلت له ان انا هضرب، بس تقريبا ترامب فهم ان انا عايز ايه، هضرب حاجه صغنطوطه كده، يعني حاجه سيمبوليك كده، حاجه رمزيه وخلاص. لكن ايه، زعلان. وترامب بقى كان باعت لهم كوشنر وويتكوف، فراح سحبهم تاني، قال له ارجع يا جدع انت هو ما تروحش، فلغوا الزياره وزعل من نتنياهو. وقبل الماركت يا استاذي من حوالي نص ساعه كده طلع الحاج ترامب وقال لك الحرب في ايران اوشكت على الانتهاء. هو طبعا كلام فاضي، هي لا اوشكت ولا هتوشك ولا اي حاجه من دي، بس الشغل عيال زي ما تقول ايه، بيطلع العين الحمراء لنتنياهو عشان ما بقاش انا بعمل الكلام ده كله ويجوا العيال يتصرفوا من دماغهم. اللي اقول لك عليه تعمله. يعني ايه ده رئيس دولة يعني طز؟ يعني ايه رئيس دولة يعني طز؟ ده انا لولايا انت ما كنتش تبقى دولة من اساسه، ودي حقيقة. طيب طالما العمدة قال لك ما تضربش، بتضرب ليه؟ فايه اللي هيحصل بقى؟ ان نتنياهو يمكن يجي بعد ياخد بعضه هنا ويطلع على الكاميرا يبوس جزمة ترامب، يعني قدام الصحفيين عادي خالص. وترامب طبعا بالنسبة له لازم يثبت نفسه، لازم يثبت نفسه ان هو العمدة والحاجة الكبيرة. فالحرب لا اوشكت على الانتهاء ولا غيره، بس هو قال الكلمة ديت. والسوق يا استاذي الفاضل عينك ما تشوف الا النور، تخ 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 تخ. والبنزين البترول اللي كان ب 128 دلوقتي بكام؟ تعالى يا بترول، تعالى يا بترول. البترول دلوقتي ب 85، نازل اولموست 6 دولار، يعني بالاحمر. بعد ما كان ب 28 بقى ب 128، بقى ب 85 عشان كلمة قالها العمدة. الحرب لا انتهت ولا حاجة، بس زي ما تقول ايه، بيلاعب نتنياهو وبيلاعب غير نتنياهو اي حد تاني. الاحتمال التاني ولو انه قليل قوي 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 تقريبا منعدم، ان يكون الراجل المكتبي ده قرر ان هو يتواصل مع غيره ويقول لك احنا على استعداد ان احنا نعمل تنازلات وحاجات زي كده. طبعا مش هيكون استسلام تماما يعني زي ما ترامب يقول، انا اشك فيها، ولكن اعتقد ان هي دي قرصة ودن لنتنياهو مش اكتر. و... والحرب ما انتهتش لسبب بسيط. عارف ليه الحرب ما انتهتش؟ هو مش عبيط عشان يسيب البترول ده، احنا ما صدقنا خلاص. احنا خلاص بدأنا ندخل اهو وهناخد كل حاجة، والبترول هيبقى عندنا تلت بترول العالم لما ياخد بترول ايران. هتقول لي يعني ايه ياخد؟ لا بياخد يا استاذ، ما هو خد بتاع فنزويلا. هل معنى كده انه خده؟ لا، سيطر عليه، بيحط واحد فاسد هناك، فالواحد الفاسد ده يدوله البترول بسعر التراب ويقسم ويسرق معاه ويقسم معاه وبتاع. فهي نفس الحكايه، حتى حد فاسد هناك يبقى كانه سيطر على البترول. ولو انت عايز تشتري منه، ده بيمنعه كمان انه يبيع لك. يقول لك بيع لي انا بالرخيص وانا بيع للتاني ده. يعني انا الصين عايزه تشتري بترول من فنزويلا، تروح لترامب، ترامب يقول له اديني بالرخيص، يديها هو للصين بالغالي. واخد بساعتك؟ ادي اللي حصل. مين اللي كسب بقى دلوقتي؟ مين اللي باع للبتاع؟ الناس الامريكان برضو المضاربين والشركات. واحتمال كبير قوي تكون ان امريكا الخزانه نفسها هي اللي كانت بتشتري الاويل وبترفعه، وباع هو بتروله بسعر عالي جدا جدا جدا. واخد بالك؟ ان كان بترول صخري ان كان بترول عادي، والله ما نعرف هو باع بترول ايه. بس اللي بيحصل، ما تصدقوش حكايه ان الحرب اوشكت على الانتهاء، لان المحللين، الجماعه المحللين والله العظيم تقريبا لما بشوف اصناف يا جدعان عجيبه.
اللي يقول لك برضو الحرب لما تحقق اهدافها، واللي يقول لك الكلام الفاضي ده بتاع نفس بتاع غزه بالظبط. محللين مصدقين وطالعين عمالين يقول لك رضخوا تحت ضغط الضربات الايرانيه، وايران انتصرت، وايران مش عارف ايه. طب يا اخويا كمل الانتصار بقى، نشوف بكره وبعده هيحصل ايه. سلامات. والله العظيم مسخره.